يا باشمهندس ياسين، هتبيع دي ولا هتبيع دي؟ بيع دي. متأكد؟ متأكد. طب تعالى بقى. اتفضل بيع دي. جايب لك النهارده سي 200 تي ام جي 40000 كيلو ما شاء الله. 2023. وريني بقى معاك ايه؟ هو بيتنمر وبيتحداني، وريني معاك ايه. وريني بقى. رانج روفر ايفوك 2023. قول ما شاء الله، قول الله اكبر. العربيه بلاك اديشن، المكنه ال 2000 سي سي وماشيه 1400 كيلو بس. قول لي بقى عربيتك بكام يا برنس؟ 3 مليون 200 اقل سعر في مصر. 3 مليون 200. حلو السعر ده. انا بقى عارض عربيتي ب 3 مليون 500، وكمان عامل لك اوبشن ان انت ممكن مليون جنيه وتستلم العربيه. انا كمان برضه مليون جنيه تستلم العربيه. مليون جنيه برضه وتستلم العربيه. الولد ده مصمم ينافسني ولا ايه؟ طيب انا عربيتي فيها كشف كامل بالحاله عشان تقدر تشوفه، وانا كمان معايا كشف كامل بالحاله. وانت كمان معاك كشف كامل كل بالحاله. حاجه موجوده. يبقى كده انا مش هقدر اتكلم واسيب السؤال للجمهور. حضرتك لو مكاني انا وباشمهندس ياسين هتاخد مين؟ سي 200 2023 ولا رينج روفر ايفوك 2023؟ الحاله كامله قدامك، انت بس ناقص تقول لي هتشتريها ولا هتستنى اللي بعديها. واللي ما تابعنيش صلي على النبي كده واعمل لي فولو عشان فايتك كتير في سوق السيارات، ولايك، وقول لي في الكومنتات هتختار عربيه باشمهندس ياسين ولا عربيه العقرب، وشير عشان ناس غيرك اكتر تشوفهم، يمكن نستفيد ونبيع العربيه من ورا الشير بتاعك. احمد فاروق، اجانس اونلاين والعقرب، بيقول لك ده المكان والاسم باتع موتور هو العنوان.